وطلاق انا ما بطلقش، ابني مش بيطلق. يعني ايه؟ ما عندناش طلاق في العيله، هتفضلي واقفه كده زي البيت الواقف ولا قومي شوفي مين، شوفي مين. غدا يا ايه ماما. يا رشا افتحي كل ده ليش؟ وجانا فين؟ جانا شبطت مالك تحت يا في عيال غادة؟ اخوكي نزل قالت لي هلعب معايا. مالك يا غاده في ايه؟ ايش؟ ايه يا عمرو؟ قومي يا عمرو خش اوعى جوه. عمرو، اوعى عمرو، خش جوه دلوقتي، خش جوه يلا. بطه روحي مع عمرو جوه. في ايه الشنطه دي بتاعت ايه؟ هدومي يا رشا. ليه كده؟ ليه؟ في ايه؟ متعاركه انا وخليل. حول الله ليه يا ماما؟ ولا قوه الا بالله. بسبب حماتي. طولي بالك يا بنتي. اطول بالي ايه؟ مصممين يا جيب لنا عيل يا خلاص. قلت لها لا خلاص خلاص. لا حول ولا لا أنا حول هجيب ولا عيل قوة تاني يا إلا ماما بالله إزاي العلي يعني؟ العظيم. طب طولي بالك يا بنتي، الامور ما تتحلش باخد شنطتي وامشي. هم قالوا لي كده في العركه. هي طلعت انتوا كمان وبهدلتني. اتعاركتوا؟ بهدلتني وقالت لي لا انا ابني عايز حته انا ابني عايز حته عيل ايه لما مش عارفة ده ايه قلة بيشتغل العقل يوم دي. و20 لا مش هقول لك و10 لا و20 لا. طب وهي مش شايفه وضع ابنها ده؟ تقول لك ما انا بصرف وانا هفضل قاعده تحت رحمتها ان هي اللي بتصرف ما دام وشايله هي اللي البيت. بتصرف وشايله البيت، يعني اللي تجيبه هتاكلوا منه، خلاص لازم ترضوا بالامر ده احنا الواقع. لسه بيفكر بالموضوع ده يا دلوقتي، يا رشا احنا قاعدين يا رشا. ده احنا لو انا عايشه مش عيشه واحده انا وهي كان زماننا ما لقيناش ناكل يا رشا. لكن لولا ان احنا عايشين عيشه واحده. طب ما تتكلمي معايا يا طب بنتي. ما انا بتكلم معاهم ودول ما بيفهموش. ازاي يعني؟ لا ماما ده ايه ده؟ دول ما بيفهموش. لا اتكلمي معايا، قولي له العيال بتكبر، دول بنات وعايزين مصاريف. يقول لي خلاص مش عاجبك خلاص انا 1000 واحده تتمنى ابني. لا 1000 واحده تتمنى ابنك تاخده. خلاص تتفلق هي وابنها. طولي بالك اما نشوفوا حل معاهم. تكلميها. انا سبت لهم البيت ومشيت. انا هتصل مش بيها. هرجع بالوضع ده بقى ماما. وبعدين موضوع الشغل ده بقى لازم تتكلموا فيه. لا انا هكلمها. هو قاعد معتمد على معاش امه وفلوس امه ان هم لا برضو قعدته في البيت بتخنق يا رشا. ايوه بيفضل بقى عين ولا رايح واللي جاي واللي بيعمل واللي بيخلي كل شويه. ومطهق البنات في عيشتها والله مطهق البنات. ايه ده؟ مش عيشه دي. طولي بالك، انا هتكلم في التليفون، اكلم امه واوضع لي حل معاهم. لا يا غاده ما لازم اوضع لي حل معاهم. سيبيها على الله، بتلاقي حل ان شاء الله. والله ما متضايقه. افتح يا عمرو شوف مين يا حبيبي. ما اعرفش يا بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه فاطمه؟ الله يسلمك. ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حاجه؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه يا غاده اللي خلاكي تسيبي بيتك وتمشي؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هو مش انت يا ماما اللي قلتي لي مش عاجبك امشي؟ انا قلت لك مش عاجبك امشي؟ قلتي لي يا اما تخلفي يا اما تشوفي صرفه عارفة وتجيبي لنا حاجة حته ماشية عيل يا اما تمشي. طب وفيها ايه لما افرح يعني لابني بحته ولا يمكن يجي ولا للبتين يبقى في ظهرهم؟ هو في حد بيفكر في الكلام ده في دلوقتي؟ الكلام ده هلا دلوقتي. وفيها ايه يا حاجه؟ ماما ولا بنت. هو اصلا ابنها بيشتغل. وبعدين ما انت عارفه ظروف ابنك بيشتغل ليه يا اختي؟ يوم و20 يوم. لا استني يا حاجه، وليه يا اختي مجوعينك ولا ايه؟ مش مجوعين. احنا لولا ان انا وانت عايشين عيشه واحده احنا ما كناش لاقينا ناكل. طب كلميه في الشغل الاول. وبعدين هو انت حبيبتي، عايشه له العمر كله؟ انا ابني بيشتغل، هو بس بيشتغل الظروف إيه؟ اليومين دول يا حاجه اللي مش لاقي شغل. انت ما فيش حاجه ناقصاكي ولا اكل ولا شرب هي ولا الدنيا لبس. اكل وشرب يا هلا. مفيش حاجه ناقصاها ومفيش فلوس في البيت، فنفكروا بقى نجيبوا عيل نخلفه يلا. ويعني يا اختي ما تخلف، ما تجيبي يا بنت ولا كده زي اختك رشا بسم كده. الله ما شاء الله. كل واحد بيجي بنصيبه. كل واحد ربنا بيبعت له رزقه. كل حبيبتي واحد ربنا مش بيبعت له بالعقل. حبيبتي انا ما بحسدش، انا عندي شابين بس زي الفل. ايوه بس السبب اذا في كان الولد خليل ولا والبنت. مصطفى. اذا كان ولد ولا بنت ده بيبقى من الراجل مش من الست. هي مالها هي؟ افرضي جابت بنت تاني مثلا. تخلفي لغايه ما تجيبي الولد. يا سلام، ده خلاص ده كلام جهل وعدى. ومين بقى ده زمن ولا الكلام ده. يا اختي ليهم برضو مصاريفهم واكلهم وشربهم وتعليمهم. منين؟ هو انت عايشه له العمر كله؟ يا عالم. دلوقتي يا عالم. ايوه كله حاجه بايد ربنا يا بنتي. ونعم بالله. ابنك ده يجيب منين؟
هيجيب منين ايه؟ يكون ربنا هداه ولقى شغل يا غاده، وخلاص يعني مش هيلاقي شغل العمر كله. لا 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 لا، الكلام ده أنا ما ينفعش طوعتكوا أول حاجه. مرة. انا من اول ما جبت اول عيله ليا وانا قلت كفايه قوي كده، عشان انا من يوم ما اتجوزت ودخلت بيتكم وابنك شغال يوم و10 لا، ومتكل عليكي ماشي، ومتكل على ان احنا عايشين تحت واكلين وشاربين، بس انا خلاص تعبت والحياه مش اكل وشرب، انا طهقت. هو انا كان ناقصني اكل في بيت ابويا؟ ارجعي بيتك يا لا مش هرجع غاده، على ما الوضع ده، تخربيش أنا على مش نفسك. هرجع. بصي يا هاله ترجع بس بالاصول. بشروط ايه الشروط اللي انك بتشرطي عليا ينزل ولا بقى إيه؟ يشتغل وما يتكسلش. أيوة. وانت بقى عرفيه ان أيوة. انت كده خلاص لازم مش تكلمي. هتبقى عرفي اللي انت هتشيلي ايدك عشان يعتمد أيوة. على نفسه. مش هينفع كده. عرفيه يا حبيبتي. بصي يا غاده، كلمتين ابرك من 10. اتفضلي. ترجعي بيتك وتسمعي كلام جوزك وتجيبي له الولد. عمرو خش جوه دلوقتي. قلبي دخلوا خايفين من عينيا. لا يا حبيبتي مش خايفين من عينيكي. انا عارفه الشغل ده يا حاجه. لا أنا لا عندي لا لا بسم الله مش ما شاء الله، عندي ربنا انا. يخليهم لي. انا مش عندي الكلام ده وانت عارفه طبعي. ايه يا غاده؟ نعم. هترجعي معايا؟ لا بالوضع ده انا مش هرجع. تكلمي انت يا ماما. هي هاله خلي عندك شويه عقل يا هاله، الكلام ده ما ينفعش يا ليه يا هاله. حاجه وانت شايفاني فكري إن أنا بعقلانيه انت شويه. شايفاني من غير عقل يا حاجه؟ لا البت دلوقتي احسن من 100 ولد. ايوه طبعا. الفكره مش كده ماما، الفكره ان هم بيقولوا عادي، حتى اتي مره واثنين وثلاثه واربعه، هم عايزين عيال وخلاص. وايه يعني؟ لا يعني وتصرف عليهم وصحتها وتجيب صحه منين؟ حتى لو هو بيشتغل وبيكسب ومعاه مال الدنيا بحالها، شايفة المعيشة صحتها عاملة هي. المعيشه غاليه قوي دلوقتي. زي ما انا قلت لك، هترجعي معايا ولا لا؟ لا مش هرجع. ترجع بشروطنا. حاجه نعم انتهينا. انت بس حره كده. انت مش عايزه حره. ترجعي يا غاده؟ لا مش هرجع. ترجعيش تندمي؟ لا تندم على هجوزك. ايه؟ لا يا حبيبتي قاعده في بيت هجوزك. ابوها مش هتندم. يا حبيبتي ابني راجل زي لو الفل. جوزتيه دلوقتي وجاب برضه بنات. ايه؟ لو جوزتيه وجاب آه. نصيبه اخليه يتجوز لغايه ما يجيب لي الولا برضه عادي. لا ده جهل منك يا لا مش هاله. جهل. لا والله أنا جهل قلت لك. منك. وطلاق انا ما بطلقش، ابني مش بيطلق. يعني ايه؟ ما عندناش طلاق في العيله، هتفضلي واقفه كده زي البيت الواقف. ولا بيت قاعدة واقف عندهم. ولا بيت قاعد يا حبيبتي، هي قاعده في بيت ابوها وعيالها هيتربوا معاها وانتوا حرين يا خليك هاله. انت خربي على بيت. لا انا ما بخربش لا، أنت على بتخربي بيتي. عليه. انت بتتكلمي كلام جهل. يعني ايه يا غاده؟ هخليكي خربي عليها، قعديها واصرفي ما عليها بخربش والبنات. عليها الدنيا يعني مش هيفرق اصول. كمان على البنات؟ لا يصرف مننا حبيبتي آه، لما يعني. تيجي بيتك. متجوزه على الثانيه هيصرف بقى. عليك. هو بيصرف في البيت، احنا لكن- عايشين معاكي تحت. لكن طول يا حبيبتي ما انت قاعده عند امك كده، خلي امك تنفعك. ابني وماله؟ مش هيدفع مليم. اه ما تجيش في يوم من الايام تقول انا عايزه مصروف للعيال، مالكيش كمان؟ حاجه عندنا اهو. وهتجوزيه منين؟ مش اما يشتغل يا اختي بقي جوزيه. لا يا اختي هجوزه وهقدم له ان شاء الله في شركه. بنتك اللي قدمي خسرانه له. على فكره. لا بنتي مش خسرانه، بصي يا بنتي بنتي، هتخسر صحتها. انت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي زي خليل. مش انا هتلاقي. قلتها لك. مش هتلاقي. فعلا. ماشي يا حبيبتي، مش هتلاقي زي ابن حبيبتي خليل ده. بصي الحبيبه اللي تتجوزه يا حبيبتي، انا قلت لك وكلمتين ورد غطاه. صح. ويلا بقى. ماشي، يعني هو لا هيصرف على العيال هنا عند امي طبعا. لا. هو ما كانش بيصرف عليهم في البيت اه. ولا هيطلق، ما عندكوش طلاق. لا ما عندناش عيب. عيب اه. بس عيب الطلاق صح، بس ما تزعليش بقى لما يروح السجل ويلاقي نفسه مخلوع. خلع درسك من جدره. اقعد انا بقى اخد الادب. معاش ابويا واصرف بنتي على مش عيالي. قليلة الادب. لا قللت الادب. اللي انتوا بتعملوه ده منتهى قلة الادب لا. ومنتهى الجهل. انا اللي عندي قلت. خلاص براحتك. خلاص عايزه براحتك. تخلعي يا حبيبتي أنا بروحي مش اخلعي. هخلع. اه هخلع. ماشي. بصي يا غاده، خلي امك تنفعك واختك الدبه دي تنفعك. اسمعي كلامهم يا حبيبتي. ماشي. ماشي. انا حبيبتي ما عنديش طلاق، واللي عندي قلت. ده انت حقيقي ست متسلطة. تقول عليا دبه. ست متسلطة شفتوا اللي انا عايشه معاه؟ عديمة الاخلاق. كتر خيرك يا غاده. انا عايزه اجوزه احنا ما مره بنشوفش واتنين الحاجات دي. خليها طبيعي. تجوزه. ايه ده؟ خليها تجوزه ويفضل يجيب لها بنات وتشيل. لا وده هتجوزه تاني وتالت ورابع لحد ما عادي يجي ما لها عندهاش الولد. مشكله. احد الست عادي. قوية امر. ايه ده هو في كده؟ انا ما شفتش جهلة. لحد دلوقتي في ناس بتفكر بالموضوع ده. جهل انا ما جهل. عادي مش سبحان فارق. الله. مش فارق معاهم حاجه، هم فارق معاهم ان يبقى البيت مليان عيال الله وكده. يكون في عونك. مش عايز يطلق، ما عندناش طلاق في العيله. خليها والله يا ماما بص. الله يكون في عونك. كنت عايشة معاهم ما ازاي تجيش الناس تقفلي دي؟ وتقولي لي ما لا 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 تجيش. لا لا يا والله حبيبتي. رجع واشتغل وفصلنا بقى العيشه عشان يقدر اللي هو فيه ويعرف بقى راسه من رجله. اهلا وسهلا. والله ما اقدرش ما اصرفش على عياله وما بعتلهمش حتى فلوس، والله اللي رفع عليه قضيه. خليه قاعد خليه جنب بقى يتكتب امه. له في البطاقه مخلوع. بصراحه يا غاده خليه. كده من الاخر.
يلا. الكلمه دي احسن كلمه قلتها. مستاهل. يلا خليه قاعد جنب امه.